انا هشرح لك على السبوره الجندي كالاسد في الشجاعه، وحضرتك تروح تبص في الامتحان تلاقي عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنه حلوه ولذه خلسي وسلا مصر هل سلا القلب عنها واسى جرحه الزمان المؤسي، فتلاقي ابيات شعر مصيبه، وانا مقضيها لك على السبوره الجندي كالاسد في الشجاعه، فتقول لي الله انا فهمت التشبيه، يلا بينا نطبق. او ماي جاد، انت اصلا مش عارف تقرا بيت الشعر، عشان احنا ما بنقراش ابيات الشعر، احنا اتعودنا كده يا جماعه الاول، احنا كده كلنا الباشا بيقرا ابيات الشعر وبيقعد يسال، فهو قرا فاحنا فهمنا. اما انت لما تيجي تقرا، ايه ده؟ هو حد بيفهم الادب اصلا؟ هو حد بيفهم الشعر اصلا؟ انا مش فاهم. هتقول لنا حد يقرا لنا في الامتحان، فهتروح في 60 داهيه، عامل زي ليلى عادل قاعده ليل ونهار عمال تتفرج على ميسي وكريستيانو، لو اتفرجت 100,000 مره هل هتبقى فيهم زيهم؟ انت اتفرجت على المدرس 100,000 مره وهو بيقرا ابيات الشعر، بس هتعرف تقرا زيه؟ لازم تتدرب، صح ولا مش صح؟ ده اللي احنا هنعمله. فهاك اقول لك اقرا بيت شعر تقول لي ما بعرفش اقرا او مش قارئ او خلي اللي جنبي. هو فعلا عيب لما نبقى بقالنا 12 سنه تعليم من اولى ابتدائي لثالثه سنه و12 سنه ما نعرفش نقرا بيت شعر؟ عيب، بس نعالجه ولا نهرب؟